بص، يمكن تكون قابلت النوع ده قبل كده. شخص بيغلط فيك، يجرحك بكلمة أو يتخلى عنك في وقت أنت محتاجه فيه، ومع ذلك عمرك ما تسمع منه كلمة آسف. مثلا بنت بتحكي: كنت واقفة في فرح وأصحابي كلهم موجودين، وخطيبي قال كلمة قدامهم كسرتني. رجعت البيت مستنية يقول آسف، لكنه قال لي: أنت حساسة قوي، الموضوع مش مستاهل. هي ما سمعتش كلمة اعتذار، بالعكس حست إنها غلطانة عشان اتضايقت. أو شاب بيقول: طلبت من صاحبي يقف جنبي يوم المقابلة المهمة وما لقيتهوش، بعدها قابلته، توقعت يقول لي حقك عليا، لكن هو قال لي: معلش نسيت، ما تكبرش الموضوع. كلمة آسف ما كانتش في القاموس أساساً. ليه؟ لأن بالنسبة لبعض الناس الاعتذار مش مجرد كلمة، هو معناه إنهم يبانوا ضعاف، اتربوا على فكرة إن الغلط عيب وإن الاعتراف بيه يقلل منهم، فبدل ما يقولوا آسف يبرروا أو يقلبوها عليك. وهنا قبل ما نكمل، اعمل لايك وفولو، واعمل منشن لحد محتاج يسمع الكلام ده، وما تنساش الشير عشان يوصل لغيرك. خلينا اديك مثال تاني. زوجة بتتعصب على جوزها وتقول كلام جارح، لما يزعل ويطلب منها تعتذر، هي ما تقولش أسفة، تروح تحضر له أكلة بيحبها أو تحاول تضحكه. هو يحس إنها بتحاول تصالحه، لكن جواه لسه كلمة أسفة ناقصة. في 3 أسباب رئيسية بتخلي ناس مش بيعرفوا يعتذروا. الخوف من فقدان السيطرة، شايف إن الاعتذار يقلل من سلطته. تلاقيه مدير في الشغل، غلط فيك قدام الفريق، بدل ما يرجع يقول حقك عليا، يرد عليك: أنا المسؤول هنا وأنا شايف الصح. أو شريك في علاقة بيتجنب الاعتذار لأنه حاسس لو قالها هيفقد زمام الأمور، فيفضل يسيطر بالصمت أو التجاهل بدل ما يعترف. الأنا الهشة، صورته عن نفسه هشة جدا، فشايف إن كلمة آسف تهزها. أو صديق دايما حابب يبان كامل ومثالي، أول ما تواجهه بغلطة واضحة يقولك: مستحيل أكون عملت كده، أنت فاهم غلط. هو مش قادر يتحمل فكرة إنه يغلط، فبيرفض الاعتذار عشان يحافظ على الصورة اللي رسمها لنفسه قدامك وقدام الناس. التربية، لو اتربى في بيت عمره ما سمع فيه كلمة اعتذار، طبيعي يكبر مش عارف يستخدمها. أو أب وأم ما بيعتذروش لأولادهم أبداً، يغلطوا وبعدها يتصرفوا عادي كأن مفيش حاجة حصلت. الطفل يكبر متعلم إن آسف مش كلمة مستخدمة في البيت. لما يبقى شريك أو صديق يعيد نفس النمط، يغلط وبعدين يهزر بس من غير ما ينطقها. لكن خد بالك، الاعتذار مش ضعف. الشخص الناضج نفسياً يعرف يقول: آسف، أنا غلطت. الكلمة دي أوقات بترجع ثقة راحت وتداوي جرح كبير. واللي بيرفض يعتذر غالباً بيخلي الجرح يكبر لحد ما يبقى أصعب من أي كلام. أكتر حاجة موجعة مش الغلط نفسه، لكن إن الغلط يعدي من غير ما تسمع حقك عليا، كأنك مش مهم كفاية إن يتقالك الكلمة دي. في ناس بتحاول تعوض الاعتذار بالهدايا، بالضحك، أو بالهروب من المواجهة، بس مهما عملوا مفيش حاجة بتعادل إنك تسمع آسف من القلب. السؤال: تعمل إيه لو بتتعامل مع شخص عمره ما بيقول آسف؟ ما تحملش نفسك اللوم، غلطه مش ذنبك. حط حدود واضحة، الغلط مش هيعدي كل مرة. وفكر كويس، هل ينفع علاقة طويلة من غير اعتراف بالخطأ؟ الاعتذار مش بيقلل منك، بالعكس، لما تقول آسف انت بتقول: العلاقة دي أهم عندي من كبريائي. اعمل لايك وشير وفولو عشان يوصلك محتوى زي ده كل يوم. وما تنساش لينك قناة اليوتيوب في البايو.